بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وقلنا إن الساعة هي القيامة التي قال الله فيها: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولكن الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة عامة لكل الخلق من آدم إلى أن تقوم القيامة، وساعة خاصة بكل فرد من الأفراد. يبقى من أول آدم الأفراد كل فرد له ساعة التي بينها رسول الله في قوله: من مات فقد قامت قيامته. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وإن كل واحد له ساعة، يبقى معناها أنها اقتربت لكل واحد، لأن عمره محدود مهما طال، ولأن الأعمار محدودة ملهاش قدر محدود. واحد يموت بعد سنة وواحد يموت بعد 2، يبقى قريبة ولا مش قريبة؟ يبقى إذا نظرنا إلى ساعة الأفراد التي يقول الله فيها: من مات فقد قامت قيامته، يبقى اقتربت بمعنى الحق. طب وإن أردنا الساعة العامة، نقول لك اقتربت بمعنى إيه؟ قال لك: لأن رسول الله قال: أنا بعثت أنا والساعة كهاتين. يعني ما فيش نبي بعدها، يعني هو ده بقى اللي هتقوم عنده الايه؟ الساعة. وتبقى اقتربت بمعنى أننا نفتح عيوننا لما يجد في الدنيا من أحداث، فهنلاقي لها آيات صغرى وبعدين تبقى فيه آيات كبرى. يبقى ما دام فيه منصوبة آيات يبقى اقتربت. طب وإذا كان الحق يقول لنا اقتربت، ما تبحثش هذا البحث. أنا قلت اقتربت يعني إيه؟ يعني اقتربت، صدقها بقى. زي ما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يعني جه. ولذلك المستشرقين يقول لك: إزاي يقول ربنا أتى أمر الله ثم يقول فلا تستعجلوه؟ الإنسان لا يستعجل إلا شيئا لم يأتي بعد، فكيف يقول أتى وبعدين يقول له ما تستعجلوش؟ قال لك: لأن الله إذا قال أتى يبقى هيجي ولا محدش يقدر يغيره. فكأن تحقيق الوقوع ده ربنا قال، ما فيش إله تاني يقول لا. كويس. يبقى إذن الساعة إما أن تكون ساعة كل فرد، ودي قريبة ليه؟ لأنني لا أملك أجلي، يمكن دلوقتي وتقوم ساعتي، نفسي يطلع ما يرجعش، يبقى ساعتي أنا. وبعد أو ساعة العامة دي لها إيه؟ لها معنى. اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر آية من آيات الله كالشمس والقمر والنجوم. وانشق القمر يعني إيه؟ هل حصل له انشقاق صحيح؟ جمهرة العلماء قال لك: إيه وانشق. ليه؟ لأن الجماعة المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: ائتنا إن كنت صادق، ائتنا بآية دلوقتي عايزين نشوفها. قال لهم: لو جبتكم بآية وربنا نزلها تؤمنوا؟ قالوا: برضو نؤمن. فسأل الله، فلما انشق القمر نصفين، نصف كان على أبي قبيس ونصف كان على جبل قينقاع. قالوا: ورؤيا غار حراء بين الشقين. مين اللي قال له كده؟ عدوهم هم. الوليد بن المغيرة كان اللي حاضر، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل السهمي، أيوة، والعاص بن ربيعة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن عبد المطلب، وربيعة بن الأسود، والنضر بن الحارث. دول موجودين. وحصلت هذه المسألة، فلما حصلت قالوا: ده سحر. أهو الناس اللي عندهم الأرقم والأب الأرقم وأبو سلمة قال لهم: طب ما نسأل الناس اللي مسافرين نشوف الحكاية دي حصلت ولا ما حصلتش. فلما سألوا السفر قالوا حصلت، وسألوا ناس اللي ما شفناهاش. فالإمام علي: الله، ده آية انشقاق القمر ليلية، وليلية الناس في بيوتها،
مش مدركين حاجه زي دي. وبعد ذلك احنا قلنا ده احنا دلوقتي وسائل الاعلام تقول لك كسوف للشمس وخسوف للقمر بكره الساعه كذا، وفي ناس ما يشوفهاش. فاذا مش ضروري ان الكل يكون شافها. قول الحق سبحانه وتعالى بعد هذا وان يروا آية يعرضوا، وهم لما شافوا الآية برضه ما كانوا قالوا ده سحر، انه ايه؟ ان هذا لايه؟ لسحر. اقتربت الساعة وانشق القمر. انا في الاستقراء عرفنا ان الشمس والنجوم والقمر اللي في السماء، وجدنا ان الحق حينما جاء لنا بعلامات الساعة جاب الشمس كورت، مش كده؟ وجاب النجوم انكدرت، ولكن لم يأتي للقمر بشيء من هذا. ما فيش حاجة تقول ان القمر حصل له كده الا في قوله سبحانه بل يريد الانسان ان يفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يبقى ما جاتش سيرة القمر أبدا إلا في هذه الآية. خسف القمر ما قالش انهد ولا راح زي الشمس بقى كورت والنجوم انتصرت، ما قالش القمر. طب دي أنا فهمت منها إيه؟ مثلا أنا فهمت منها الحكاية اللي حكوها عن سيدنا رسول الله لما نفخ النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. إذا إن شاء الله أن لا يصعق قوم. هذه واحدة. قال رسول الله فلما أفقنا من الصعمة وجدت أخي موسى ماسك بعضد العرش. الله ما حصلت لوش الصعقة فتعجبت، فجاء في خاطري أنه صعق مرة في الدنيا فلم يجعل الله عليه الصعقة هنا والصعقة ايه؟ والصعقة هناك. مش وخر موسى صعقة، اهيد الاستثناء اللي في قوله الا ان شاء الله. فاذا كان القمر قد شق في الدنيا وحصل له خروج عن كيفيته يبقى للآخرة ما يجلوش بقى الحكاية دي. يبقى في الآخرة ما يجلوش الايه؟ ما يجلوش الحكاية دي. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا. احنا قلنا الآية هي الشيء العجيب، والشيء العجيب ده يبقى من ايه؟ من عظمة تكوينه ما بيجيش في بال البشر او ما شافوش حاجة زيه لما يشوفوا ادي الآية. ولذلك يقول لك ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا للشيء الايه؟ العجيب كله. ان يروا آية عجيبة يعرضوا. إذا الآية لما اقترحوا آية ولا ما اقترحوش؟ فيه آية اللي اقترحوها وهي انشقاق القمر، وفي آيات تانية حصلت ما اقترحوهاش إنما حصلت لهم. حينما وقف أبو لهب في عداوته لرسول الله الموقف الذي نعلمه مع إنه عمه كان له ولدين متجوزين بنتي رسول الله، فلما حصلت العداوة آل على ولديه أن يطلق بنت رسول الله، فطلقوا بنت رسول الله. فواحد منهم بعد ما طلق مر عليه رسول الله فعمل انه يتف كده يعني او تأفف كده، فالرسول اتلفت قال أكلك كلب من كلاب الله. فلما سمع أبو لهب هذه الدعوة خاف على ابنه، فلما ذهبوا في الرحلة قال للقوم ايه؟ إذا جئتم ليلا فاجعلوا كل الرحال حول ابني لأني أخاف أن تصدق فيه دعوة محمد. فلما صبحوا وجدوه التاكل، بس اللي كلوا ايه؟ كلب، لكن هو قال أكله أسد سبع من ايه؟ كلب. قال لك الكلب ده وجدوه أسد، قال لأن الكلب إذا نسب لله لازم يبقى أسد. أدي آية حصلت له هو شخصيا، يعني اللي حصل ده حصل له شخصيا، يبقى برضو ايه؟ يكذبها. وبعد ذلك تأتي مسألة الإسراء والمشراء برضو يكذبوها، ويقوم الشهود ويقول لا كذا ولا كذا. والنبي في حادثة انشقاق القمر
قال للأرقم ابن أبي الأرقم ولأبو سلمة اشهدوا 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 انتوا شوفوا عشان تقولوا لمين؟ للمسلمين اللي ما حضروش الحكايه دي. اذا ففي ايات كثيره بتحصل ويكذبوها. طيب لما اقترحوا الايه وجاءت سنه الله في القوم الذين يعاندون رسله ويحبوا يعجزوهم، يقول اقترحوا ايه يجيبوها. قال لك لكن الله إذا أجابهم إلى الآية التي اقترحوها وكذبوا بعدها يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلماذا بعد ما اقترحوا على النبي الآية بتاعت شقاق القمر وكذبوها برضه ليه ما ربنا ما أخذهمش زي التانيين؟ قال لك لا، فيه آية بتحمد دي. قال لك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يبقى انحمد. أو أن الآية التي يأخذ الله القوم بعدها هي الآيات المحسة، إنما اللي هي تمسوها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لهم هنا في أكثر من كده يقولوا إيه؟ يقولوا برضو إيه؟ إذن وإن يروا آية برضو ما يصدقوش. يبقى فيه لدد بقى، فيه إجماع على اللدد، والعقل ده ملغي في استقبال الاشياء اللي تخليهم ايه؟ اللي تخليهم يؤمنوا. قوم عيسى لما قالوا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، بيقترحوها. قال ربنا اني منزله عليكم زي ما اقترحت، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. طيب موسى وصالح مش اقترحوا؟ قالوا طب هات لنا ناقه بقى كده من الناق كده مش عارف ايه، اقترحوا جت الناقه كما اقترحوا، وبعدين عملوا فيها وربنا حذرهم وقال لهم سيبوها تربع زي ما ترعى وتشرب زي ما تشرب، فعقروها. ام خدهم اخذ عزيز الايه؟ اخذ عزيز مقتدر. وان يروا ايه برضه يعرضوا. ما دام ان يروا ايه يعرضوا يبقى فيه اصرار على التكذيب. واصرار على التكذيب ليه؟ قال لك لان هم كانوا فاهمين ان محمد ده يبغي الرياسه على الله، ولذلك لما راح له الوفد قال له يا سيدي ان كنت تبقى ملك نملكك، عايز فلوس نجمع لك، عايز مش عارف ايه نجمع لك. قال والله لو وضعوا ايه والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونه. الله، يبقى اذا كنا فاهمين المساله انها علو عايز علو في الارض، ما فيش فيه حاجه منه. وان يروا ايه يعرضوا. ومعنى الاعراض انك انت ما تقبلش على المراد. يا ريتك ما تقبلش على المراد وتبقى سلبي، لا ده يعكسوه كمان. يبقى لما يجي الايه كان يكفي انهم ما يصدقوش، انما ايه؟ يؤذوه. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله، سحر مستمر. قال يعني سلسله من السحر كل يوم يعمل لنا حكايه. وخصوصا ان يروا ايه ان اخذناها على نجوم القران برضه يقولوا ده ايه؟ يقولوا سحر. احنا ردنا على الكلام ده كله بشيء واحد، وقلنا اذا كان ما فعله رسول الله كما يقولون سحر فلماذا لم يسحركم انتم وتنتهي المساله؟ طب ما كان يسحركم انتوا اخرين، اشمعنى سحر غيركم؟ يبقى ده كلام ايه؟ كلام كذب. لان السحر انما ياتي بالتخيير، واللي بيجيبوا حقائق زي مسألة موسى وسحرة فرعون. سحرة فرعون يخيل إليهم من سحرهم أنها سحروا أعين الناس إيه؟ لكن اللي حصل لموسى ما هو السحر، هو يخوج أن يكون من نوع الأمر الخفي، إنما ما هو السحر، لأن دي حقيقة. بدليل أن الله لما صنع لموسى التجربة قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال إيه؟ هي عصايا. اولا احنا عرفنا ان موسى زود في الجواب، لان لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول عصا، مش جواب كده. طب ايه؟ لا، هي وعصايا، زود حاجتين. قال لك في واحد ربنا هيكلمه ويقطم الكلام وياه، ده بده يمد الكلام مع ربه. هي عصاي، ومش قال بس كده اتوكا، وانا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكا عليها واهش بها على غنمي، ولاقيها زودها بقى. قال ولي فيها مآرب اخرى، ما كملش ليه؟ طب ايه؟ قال له ده هذا مدى علمك بالعصا، القها يا موسى. فالقاها موسى فاذا هي حيه تسعى. خاف،
خوفه دي دليل على انها حقيقه، لان الساحر او الذي يصنع السحر يرى الشيء على حقيقته، والمسحور هو اللي يشوفه كده. ولذلك قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. يبقى اذا الفرق بين معجزه موسى والسحر الفاره ان سحرهم كان يخيل، ولكن دي ايه حقيقه، بدليل ان لما فجمع فرعون السحره لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينه، وبعد ذلك قالوا له هتلقي ولا احنا نلقي؟ قال لهم القوا انتم، وبعدين القى العصا فلقفت الايه؟ الحبال بتاعتهم. الساحر يرى الشيء على حقيقته، هو يسحر الناس انما هو يشوف شيء، لكن هم ما لقوش كده، ده لقوها حيه وعماله بتعمل كده. قال لك لا ده مش شغلتنا بقى دي. ولذلك امنوا بمين؟ لا مش بموسى، برب ايه؟ موسى. ليه؟ لان دي مش بتاعتك يا معلم. لو كنا موسى يبقى انت معلم عنا، انما دي مش بتاعتك، مش شغلتك دي. قال له امنتم لهم قبل ان اذن لكم؟ قالوا له ايه؟ واعمل الايه اللي في خيل، زي ما نقول احنا اللي في خيلك اركبوا. نعم. ان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، وسحر ايه؟ مستمر، يعني كل يوم يجيب لنا حاجه وهي ايه؟ فان اردنا نجوم القران كل يوم يجيب نجم برضه بالايه؟ بالسحر. وكذبوا واتبعوا اهواءهم. احنا عارفين ان الكذب معناها كلام، نسبه كلاميه، قلنا امبارح فيه نسبه كلام. قبل ما واحد يتكلم يدير الكلام على ذهنه الاول. المجنون هو اللي يتكلم كده من غير ما يدير على الذهن، انما قبل الواحد ما يتكلم بيدير المساله على ذهنه، ففي نسبه ذهنيه، وبعدين يتكلم تيجي نسبه كلاميه. فان كان لها واقع يبقى صدق، ما لهاش واقع يبقى ايه؟ يبقى كذب. وكذبوا واتبعوا اهواءهم. ما الذي اكنهم بيقول والذي دفعهم على الكذب، والكذب دي صفه مذمومه عند الناس كلها. ايه اللي قال لك الهوى بقى. يبقى الهوى يعمل ايه؟ يخليه يكذب عشان يحقق ايه؟ ولذلك الحق يقول إيه؟ الهوى خدوا بالكم منه. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب يقول لك لما يتبع الحق فساد في الارض زي، انما السماء مالها ومال الحاجات. قال لك الم يقولوا اسقط السماء علينا كسفا. طب ربنا هيجيب على الكون ينهد بقى ولا ايه؟ وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. الذي اتبع هواه امره مستقر ويحفل حتى معلوم ما كانوا، واللي امن معلوم كل امر مستقر يعلمه الله ازلا قبل ان يقع. وعلم الله بالاشياء ازلا قبل ان تقع مش معناها انه هو بيرغم الناس على المعاصي، لا، هو سايبهم مختارين بس يعلموا ما يختارون. يبقى العظمه في انه يعلم مع انه مختار، مع انه ايه؟ مع انه مختار. ولذلك جبنا القصه بتاعت مين؟ ابو لهب في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات. ما دام يقول سيصلى نارا يبقى حكم بانه لا يؤمن. ما دام حكم انه لا يؤمن نقول له طب ده الايمان ده امر اختياري، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لك لكن ربنا عارف ايه النتيجه بتاعته، فحكم على شيء له خيار فيه وربنا مديله له هذا الخيار، ومع ذلك حكم هذا. ولذلك قلنا ما اغبى ابو لهب، غبي، لانه لو كان باعد يعاند النبي كان ساعه ما سمع تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب يقول وانا اصلا نارا ذات لهب. طب انا هفقسه بقى ايه؟ يجي في القوم كده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يبقى الايه تطلع ايه؟ بره. حتى هذه ما قدرش يعملها، لان الذي قال عارف ان هو يقدر يعمل ولا ما يعملش. نعم. وكذبوا واتبعوا اهواءهم، والهوى مش هيوديهم لان الامر مستقر. يا محمد ريح نفسك، لان كل واحد المهدي عندي والمضل عندي، وده له استقرار في مكان الجنه وده له استقرار في مكان الايه؟ في مكان النار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم
وكل امر مستقر، يعني هواه لن يغير ايه؟ لن يغير واقعا ثابت ازلا وايه ومكتوب في اللوح. ولذلك الملائكه كل ما تحصل حادثه زي القران قايل عليها قبلها يقولوا سبحان ربنا، يتعجبوا من ان الكلام اللي ربنا قاله مع ان فيه خيار انه يقول او ما يقولش، لا هو حكم على ايه؟ فيه خيار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. مسكناها من اول ايه؟ اول رسول شفنا ايه اللي كذب حصل له ايه، ويسجلها عليهم يقول ايه فلان حصل وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انتم ماشيين بتشوفوا القرى بتاعتهم وتشوفوا الفساد وتشوفوا مش عارف ايه وتشوفوا عاد حصل لهم ايه وتشوفوا ثمود حصل لهم ايه وقوم لوط حصل لهم ايه. ولذلك وانها لبسبيل مقيم، يعني في الطريق ومقيم الايات. فهدينا قلنا لهم كل حاجه. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يزجرهم عن عنادهم في الوقفه امام رسول الله، انما ما اعتبروش. حكمة بالغة فما تغني النذر. معنى الحكمة يوضع الشيء في موضعه، وبالغة يعني ما فيش حكمة أعلى منها. ليه؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التي تأتي بالحكمة، والبشر يبقى لهم حكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى له الحكمة الإيه؟ له الحكمة العليا. ولما يجي ربنا يقول الحكمة العليا عندني ما بيسفش حكمتي، بس يقول بس نسبها الى بشر ونسبها الي انا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زيد بن حارثه كان ايه؟ مولى من موالي رسول الله، كان يملكه حزام، وبعد ذلك اهداه لخديجه، فخديجه اهدته للرسول وبقى عبد من عبيد الرسول، مولى من موالي الرسول. وفي الحج ناس شافوه من بني كلب فقالوا مش ده زيد اللي اتخطف وباعوه على انه عبد، هو ده تمام. فراحوا قالوا لاهله، فلما راحوا لاهله جم على مين؟ على مكه، وقالوا له يا محمد اننا لنا ابننا انخطف، وقالوا هو عبد وهو مش عبد، ده هو حر واحنا احرار واحنا ساده في بلادنا وبتاع وحاجه زي دي، فاديه لنا بقى. فالرسول قال خيروه قولوا له يروح معاكم ولا يفضل معايا. فزيد اختار رسول الله على أبيه. أنا أطلب خيار على رسول الله وده معقول. فلما عمل كده كان ولا بد أن يجازيه محمد. يجازيه بإيه؟ قال له لا ده أنت سبت أبوك وجيتني والله لا تبقى ابني. فسماه زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد أن يبطل التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فحب يلغي التبني، يلغيه عند مين؟ عند محمد أول شيء، عند حبيبه، عشان لما قال عند محمد يلغيه على محمد. فقال له لا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولكنه يعطي رسول الله النشان في قولهم هو أقسط عند الله. أقسط يعني في قسط وفي أقسط، في عدل وفي أعدل. قال أنت اللي أنت عملته عدالة بشرية، كونه آثرك على أبيه خليت بقيت أبوه كويس كتر خير، بس أنا عندي قسط ثاني، ادعوهم لآبائهم، ما تهملوش الأب اللي هو سبب الوجود. ليه بقى؟ قال لك لأنك لو أهملت الأب اللي سبب في الوجود تبقى أنت تقدر تهمل الرب اللي سبب الأول في الوجود. أما العقوق الوالدين وحش ليه؟ ده ربنا بيجيبها بعد هو وبالوالدين سنة، خلاص كده ده واحد. وبعدين يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. اشمعنى كده؟ قال لك ولذلك قلنا إن عقوق الوالدين كل كبيرة كما قلنا الأمس لها مكان، كبيرة في القلب، كبيرة في اللسان، كبيرة في البطن، كبيرة في اليدين، كبيرة في الرجلين، كبيرة في الفرجين. إلا عقوق الوالدين فهي كبيرة شائعة في كل جوارح الإنسان. ولذلك سيدنا قال إيه؟ وبرا بوالدتي، مش منها يعني جابتني كده، مش هيدخل في ذهن إنها عملت حاجة. وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. الله. وبعد ذلك إيه أكثر من كده؟ يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي
ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس صاحبهم في الدنيا ايه. الجماعه المستشرقين ياخدوا علينا، يقول يا اخويا بينما بيقول على الراجل المشرك اللي عايز ابنه يشرك وياه يقول له صاحبه في الدنيا معروفا، يجي في ايه ثانيه عندكم تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مش عارف ايه ومن حد الله ورسوله وان كانوا اباءهم او ابنائهم وعندهم معروف. نرد لا تجد قوما يودون من حد الله. طب ازاي يقول له ويعمل له معروف وهو بده مش مشرك، ده عايز ياخده يبقى مشرك وياه، ازاي يقول كده يودون من حد الله؟ طب ما هي دي مودة. لم يعرفوا الفرق بين المودة والمعروف. المودة حب قلب، والمعروف إهداء قالب. دي ملهاش دعوة بدي خالص. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني اللي مكتوب عليه انه ايه هيبقى كافر وبتاع، النذر دي ولا هتأثر فيه. نعم. فتولى عنهم. تولى يعني اعرض عنهم. احنا قلنا اعرض عن قال لانها اعرض عن من تولى ايه عن ذكرنا. قلنا اعرض بتزيل العرض. العرض انك انت ايه تقول له عايزين كذا وتعرض عليه. اعرض يعني ازال الايه العرض، لان ما فيش فايده في العرض، يقول لك ده ما ينفعش ويسيبه بقى. فتولى عنهم. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. تولى عنهم من الان، ما تقول لهمش حاجه، وتولى عنهم ما تبقاش تدخل لهم الشفاقه. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. نكر يعني شيء نكر، يعني شيء تنكره النفس لانه غير معتاد، وتنكره النفس لانه بشع وفظيع ومش عارف ايه. يوم يدعو الداعي الى ساعه ما ينفخ في الصور، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم. خش عن ابصارهم. الباقي بصر خاشع، بصر ذليل، بصر منكسر، مش بصر كده مفنجل كده وبقحه كده ويورق لك كده وبتاع. ولذلك انت لما واحد يكلمك كده يقول لك انت مبلاني واد ليه كده، مش كده يقول؟ يعني اذا البصر بيدي انفعال النفس للمخاطب، فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على انك بتحترم اللي بيتكلم. وان كان بقى عينها زي ما عينه تندب فيها رصاصه يبقى مش. نعم. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث اي من القبور كانهم جراد منتشر. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر. كلمة يخرجون مش يخرجون. يعني هم نفسهم كده ايه يطلعوا كده. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لأنك انت لما تشوف أي رقعة وتحسب ما جاء عليها من آدم إلى أن تقوم الساعة يطلعوا كم إيه؟ جيل على جيل على جيل. لما يطلعوا كلهم في وقت واحد يبقوا زي الإيه؟ كالجراد الإيه المنتشر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. مهطع يعني مسرع، ما فيش تلكؤ، ما يقدرش يقول ما يقدرش يدعي كده زي ما تشوف واحد واخدين القسم ولا ما يقدرش يدعوه دعوه. يوم يدعون إلى نار جهنم إيه؟ إلى نار جهنم دعا. ومهطع يبقى ماشي مادد عنقه ومسرع. تصورها انت بقى في اي مجرم مادد عنقه يعني ايه كده، دليل على الايه، زي ما يكون ناف عليه. الله، امال كان الاول عامل ايه؟ رافع راسه كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجه. دلوقتي لا، خشعت ابصارهم خلاص
ومهطع الى الداعي بيمشي ماد عنقه باسراع، مهطعين الى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافر بيقول هذا يوم ايه؟ معنى عسر يعني ايه؟ يعني شديد العسر لا فكاك له. شديد العسر ما عادش فيه بقى. ليه؟ لان حتى الناس اللي كانوا بيعبدوهم وفاهمين انهم لهم ربنا يخليهم يجوا قدامهم. يعني فرعون اللي قال ده اله والناس اتبعوه، مش يقوم فرعون يمشوا الاول البتاع وبعدين فرعون يجي بعدين، لا، لازم يجي قدامهم، لانهم يمكن لو ما شافوش قدامهم يقولوا لا، لما يضرب فرعون هيجي بقى يخلصنا. اهو قدامكم اهو، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، هو اللي هيدخلهم النار. ليس الذين وقفوا لرسول الله في امر الدعوه وجادلوه وآذوه بالكلام وآذوه بالفعل وعملوا فيه اللي عمل ده وآذوه بالمكر، لأنهم استنفذوا كل شيء في إيذاء الرسول. أهونها أن يتكلموا. ساحر، مجنون، ابن أبي كبشة، الكلام يتعدى ذلك إلى الفعل. يأذوه ويجيبوا فرت بتاع ويرموه عليه ويضربوا في الطائف لحد قدمه ايه ما تخر دم. ده إيذاء بالفعل. وبعدين يعملوا تبييت، مش قادرين عليه بالمجاهره، يبيتوا له زي ما بيتوا ليله الايه؟ ليله الهجره. ومش كده، يسلطوا عليه الجن، لان ربنا تحدى الجن نفسهم، لو اجتمع الجن والانس على ان يبشر فيسلطوا عليه الجن ويعملوا السحر، يقوم يجي له السحر موجود في بير كذا وكذا، وتروح طلعوه. يبقى اذا الله يئسهم من الوقوف امام محمد. يعني لا الشتيمه هترجعه، ولا الايذاء الفعل هيرجعه الجهر، ولا التبييت بالمكر هيرجعه، ولا استخدام القوه الخفيه اللي هي من الجن هترجعه. فريحوا روحكم وخلوه ينطلق الى الايه؟ الى الدعوه بتاعته. انتوا يا قريش اللي واقفين كده، ما خدتوش عبره من مواكب الرسل اللي قبلكم؟ كذبت قبلهم قوم نوح. وجاب دي ليه؟ لأن رسول الله للناس كافة، ونوح كان رسول للناس اللي موجودين. فالعمومية لأن اللي موجود محصور، مش العمومية لأن منطورين في البلاد. العمومية هم بتوع السفينة والبتاع. إذن فنوح فيه عمومية رسالة بخصوص الموجودين على الأرض، مش عمومية رسالة على الأرض وعلى الزمان وعلى الإيه؟ وعلى المكان. وش معنى جاب نوح صدره كده في الأول؟ أم قال لك لأن نوح قعد في قومه 1000 سنة إلا 5. تصور واحد قاعد بقى يحننهم 1000 سنة. ولذلك أنا دعوتهم جهارا ودعمتهم سرا، وإني كلما دعوتهم إيه؟ جعلوا إيه؟ أصابعهم في آذانهم. شوف التعبير القرآني، هو الأصبع بيجي في الأذن؟ ده اللي بيجي في الأذن الأمولة بس، إنما الأصبع بره اهو. قال لك المبالغة في سد ودنهم، كأنه دخل إيه؟ دخل الصابع كله في ودنه. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. صوابعهم يعني إيه؟ أناملهم، إنما اللي جاب صوابع عشان مبالغة في الإيه؟ ولذلك إحنا نسمع كلام الفلاحين يقول لك الكلام بيتكلم، أنا عامل ودن من طين وودن من عجين. كذبت قبلهم قوم نوح واني كلما دعوتهم عملوا ايه؟ وضعوا اصابعهم واستغشوا ثيابهم. طب وضعوا اذانهم عشان ما يسمعوش، انما هو استغشى. قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البتوب كده ويغطي نفسه عشان ما ايه؟ عشان ما يشوفش. ولذلك هيقول اني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي. عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية الإسراء جابها ربنا في أول السورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذا العبودية هي سبب إيه؟
كل ما يخلص في العبودية ياخد من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحشة، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه ويأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه ان هو يمشي في الحكايه دي. زجروه يعني ايه؟ منعوه بالزجر والعنف. وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم. انتصر ايه؟ يقال انتصر له يعني ايه؟ يعني هو ما يقدرش على حاجه ويجي له حد ايه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لا بذاتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه؟ ولذلك هناك وقال الشيطان، اقرا كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم ام مصرخ يعني ايه؟ احنا قلنا على همزه الازاله، عرض الامر واعرض شال العرض، مش كده؟ زي قلنا اللي التاجر، احنا جبنا سوره التاجر اللي بيجي ياخد تروح عنده قماش يقوم بيعرض عليك، يقول له التوب كده ويروح خلاص كده، وبعدين يقول له لا ده مش عارف ايه، يقول له يلا ويلم قماشه. يبقى فيها اسمها همزه الازاله. طيب هات همزه الازاله اللي هنا كده، فين هي؟ فدعا ربه. كنا بنقول على ايه؟ على ما انا بمصرخكم. مصرخ يعني ايه؟ من اصرخ، واصرخ همزه زايده عن صرخ، وصرخ احنا عارفينها، عمل صوت ايه؟ صوت عالي. ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي هينجده يجي، يبقى اسمه صرخ. فاللي يجي له بقى عشان يسنده يقول اصرخه، يعني ازال صراخه واسباب هذا الصراخ. فقال لهم انا لا هقدر اصرخكم ولا انتم. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء. الله بقى، هي فتحنا ابواب السماء ده قبل كده اصنع الفلك، قبل ما يفتح باب السماء والارض تتفجر قال له ايه؟ واصنع الفلك باعيننا. ليه باعيننا؟ قال لك لان دي حاجه البشر ما يفكرش فيها. البشر ما يفكرش فيها. اول سفينه تتعمل انما ربنا اداله الخيط، خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر وماشي على الايه؟ على الميه كده. الميه مش ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبيه بعدين، قلنا لما الشيء يكون له كثافه ميته يغطس، تجعل له حجم اكثر من الكثافه يقوم يعوم. ولذلك تجيب قطعه فضه زي مثلا ربع ريال فضه وكبير كده وترميه، يعمل ايه؟ يغطس. خد الربع ريال ده واتركه صفيحه كده كبيره كده وارميه يعوم. الكثافه هي بس الحجم اتسع. فشافوا ليه الشجر كده بيمشي في البحر، فجات له فكره الايه؟ انه ياخد من الشجر ده الخشب ويعمل السفينه تعوم. بس هياخد جذع، يجيب جرى جذع ورا جذع ورا جذع، ازاي؟ قام قال طب ما يربطه باحبال زي الراجل اللي عمل البردي والبتاع وراح به الى ايه؟ الى امريكا، او بمسامير. احنا دلوقتي بيعملها بايه؟ بمسامير. واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من ايه؟ من قومه سخروا قالوا ان تسخروا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ كما تسخرون. وبعدين قال لك في الآية الثانية وحملناه على ذات ألواح الخشب بقى، ودسر يعني مسامير. دسار يعني المسمار اللي ايه؟ اللي بيعملوه دلوقتي المراكبيه على الشط كده، وتشوفوا من كده يجيب الالواح ويربطها وبعدين بقى فتحنا ابواب السماء. عند بقى العمليه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الله، فتحنا ابواب السماء يعني الماء قوي لدرجه ان هو اللي يدفع الباب ينفتح له.
اللي يدفع الباب ينفتح له. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، يعني نزل بغزاره. وبعدين فجرنا الارض ايه؟ عيونا. فجرنا عيون الارض، يبقى السماء عماله تمطر بالماء المنهمر والارض بتطلع ايه؟ تفجير السماء. الميه نازله والنزول ده سهل، كثافته هتنزله. انما كونه يطلع الميه دي ده دليل على ان فيه ضغط هناك عالي يطلع الميه دي، يطلع الميه عشان يلتقي الماء من السماء والماء من الايه؟ والماء من الارض. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الايه؟ وماء الارض. فالتقى الماء على امر قد قدر. على امر ليه؟ يقول ان اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا. لكن ماء السماء وماء الارض التقوا على مين؟ على هذا، على انهم يعملوا على امر. ما هو الامر؟ الامر ايه هو؟ انك انت تنجي المؤمنين وتغرق الكافرين على امر قد قدر ازلا. نعم. وحملناه على ذات الواح ودسر. ذات الواح يعني الخشب، لان الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافه. الحجم بتاعه اكبر من الكثافه، يقوم يعم على الايه؟ على الميه. على ذات الواح وايه؟ ودسر. ما شاء الله. تجري باعيننا. تجري باعيننا. قال لك كلمه باعيننا كل تصنع على عيني ومش عارف ايه، كلها بعنايتنا ومراقبتنا ومتابعتنا للعمل. واصنع الفلك باعيننا ووحينا، يعني برضو ايه وانت بتعمل برضو ايه من رقبك. تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. فيه كفر وفيه كفر. المعمليه معموله مين؟ جزاء لمين؟ للذي كفر ولا للذي كفر؟ كفر نوح، كفروا به، فيبقى مبني للمجهول يسميه كفر نوح من القوم، وكفروا هم، ونوح كفر به مبني للمجهول. هي الاثنين تيجي، لان جزاء لمن كان كفر ده علشان نوح، لانهم ايه؟ كفر به نجناه. وبرضه تيجي جزاء لمن كان ايه؟ كفر برضه، لانها هتدي نجاه وتدي ايه؟ اغراق. يبقى النجاه لمين؟ لقوم نوح والاغراق. ما شاء الله ما شاء الله. ولقد تركناها آية. تركنا ايه؟ حكاية السفينة دي ومش عارف ايه بتاع. آية يعني تركناها يعني ايه؟ ازاي يعني؟ قال لك اما ان يكون الترك لقصتها في كتاب من الحق سبحانه وتعالى وهو القرآن، جبناها لكم آية، بنحكيها لكم آية. وما دام انتم مؤمنين بالله ومؤمنين بان الكتاب ده من عنده، يبقوا هتصدقوها. او ان تركناها ايه بس انتوا بقى دعبسوا عشان تشوفوها. هي دي جت استوت على الجودي، والجودي دي عند جبال ارارات اللي في تركيا. اظنكم قراتوا بحث الاسبوع اللي فات ان في دلوقتي بيعملوا اشعه عشان يشوفوا ايه الاثار بتاعت مين؟ بتاعت السفينه. ايه اللي خلاهم يفكروا فيها دي؟ ان في اثار للسفينه. الهام من الله عشان يقول لك اهي بقاء ايات عشان هيكتشفوها هم. ولقد تركناها ايه، يعني ايه ايه؟ عجيبه من عجائب انجاء المؤمنين واغراق الكافرين، عشان تبقى ايه كل واحد يعرفها كده، يرعى زي ما يقولوا عندنا يرعى مساوي. زي ما يجي واحد مثلا فتوه كده، كان عامل فتوه ومشضب البلد، وبعدين وقع بقى للبوليس ولا مش عارف، واخدوه بقى والبوليس بقى قعد يضرب فيه ايه، يوم الناس يشوفوه يقول لك هو ده ايه؟ عشان الفتوانه ايه؟ شافوا الفتوانه ايه. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل من معتبر متعظ بهذه الآية؟ فكيف كان عذابي ونذر. الله يسأل رسوله كيف كان عذابي؟ قال لك عذاب شديد. طب هل أنا عذبت كده تجلي ولا لم أعذب إلا بعد أن أنذرت؟
انا نظرت. يبقى ان شفت شده عذابي ما تقولش ده انا فاجئتهم بالعذاب، انا قايل لهم عليه من الاول، اديتهم ونذر. يبقى انا عادل في ايه؟ عادل في عذابي. فكيف كان عذابي، ولا تقل انني فاجئتهم بالعذاب والا أنا. ولذلك لما يجي واحد يقول لابنه يا واد ما ذاكرتش هتسقط، وان سقطت هتبقى كذا، وان سقطت واعمل مش عارف ايه، ساعه انت بتقول له كده عايزين ايه؟ عايز تحمله على ان لا يسقط، بدك تحمله على انه ما يسقطش. يبقى انت قدمت له الايه؟ ولذلك يقول لك عندنا من انذر فقد اعذر. من انذر بالبلوى قبل ان تقع يبقى مالكش عذر عنده، ما فاجئش، لم يفاجئك بالنتيجه، وانما من الاول قال لك ده هتحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي ونذر دي بتمثل لنا الحكايه اللي قلناها امبارح في الجماعه المجرمين اللي بيسخروا من الطائعين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكرين. يعني اهلهم حتى اللي في البيوت مبسوطين قوي للواد هذا الراجل الطائع ده السللي اللي مش عارف ايه، اللي لازق الزبيبه، اللي مش عارف كده كويس. فكيف كان عذاب. عرفت اجازيهم. ولقد يسرنا القران للذكر. ولقد يسرنا القران، ده كلام جديد خالص. ولقد يسرنا القران للذكر. يسره يعني ايه؟ ما جعلناهش شاق على من يقبل عليه قراءة أو استماعا، لأنه كل ما يسمعه يجد له حلاوة جديد. هات كتاب في أي حاجة كده وخليك تقراه مرة انتهت المسألة، ما تقراهش تاني. إنما القرآن كل ما تقراه يبقى له عطاء ويبقى له حلاوة. وده ليه؟ لأنه أنت الحلاوة بتدركها في هبو الكلام، وهبو الكلام ينشأ من فيض المتكلم. وما دام فيض المتكلم ده كل مرة يديك ايه؟ كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قل له لا انت اتوا به متشابه. ولذلك النبي قال لك لا يخلق على كثرة الرد، يعني لما تكرره كل يوم ولا تنقضي عجائبه. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما بتتكلم بتعطي كلامك من المعاني ما في قدرتك الكمالية في العقلية. طب وإذا كان ربنا بيتكلم بيدي لك كمال من عنده ولا لا؟ ده كمال كبير أو طب ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يبقى إذا الكمال باقي، كل ما تقرأ تلاقي كمال. ولذلك قال أهل الخير بين في الكتاب القرآن بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. كل تالي ياخد على قد ايه؟ على قد. وده ياخد اكتر وده ياخد اكتر وده ياخد اكتر. ليه؟ لانه ما دام كلام الله وكلام الله صفته وصفة الكامل كاملة، يبقى جايب حاجات مش واردة عندك انت، لان انت بتدي كلامك من كمالك، وما دام بتدي كلام من كلامك كمالك منهي شويه. لكن بقى اللي ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى كمال لا ينتهي. فكأنك كل ما قريت هتاخد كمال. ولذلك احنا قلنا زمان ان لو ان الناس يفسرون القرآن كان اولى بتفسيره من نزل عليه القرآن، ولكنه لو فسره صلى الله عليه وسلم ما خدناش نقدر واحد يقول ازيد من كده. وكان يفسروا التفسير اللي تطيق العقول المعاصره. طب والعقول اللي جايه بقى اللي هتتفتح وتشوف اسرار الكون وتشوف دي وتشوف دي ويبقى عندها سنريهم اياتنا في الافاق، يعملوا ايه؟ قال لك لو اعطى القران عطاءه في جيل لاستقبل بقيه الاجيال بلا عطاء. والله يريد ان القران يدي عطاءه كده، ولذلك هيجيبها بالسين سنريهم. سنريهم دي معناها أريناهم وسنريهم، وهتقراها بكرة سنريهم، وهتقراها قبل قيام الساعة برضو إيه؟ سنريهم. إذا عطاؤه لا إيه؟ لا ينتهي. ولقد يسرنا القرآن للذكر. تشوف الناس اللي لسانهم أعجمي، وبعدين تروح إيه أشوفهم في الحرم هم بيقروا، تتعجب وإن كان بيتعتع صعب عليه ويقعد يقرا أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم يعمل كده بيتعتع فيه. ليه بيتعتع في المشقه دي؟ لازم ادرك له حلاوه. لو ما كانش ادرك له حلاوه ما كانش يعمل العمليه الصعبه دي. ادي واحده. الشيء الثاني ان حتى اللي صاحب اللسان العربي وهو صغير لسه، قول لي بقى هات لي كتاب بشري وهات طفل سنه 6 سنين او 7 نقول له اقراه واحفظه، لا يمكن. انما يحفظ القران ايه ويحفظه ويعملوا له حفله ويدوا له مش الله. ايه الحكايه دي؟ ازاي ده اهدي ولقد يسرنا القران للذكر. حتى ولو كان صبيا لسه عقله ما اكتملش برضه ميسر للذكر ويحفظه. والكبير يقول يا سلام الواد الصغير طب هات اي كتاب كده، ما يمكنش ابدا. الله ولقد يسرنا القران للذكر. ليه؟ احنا قلنا زمان القران النبي عليه الصلاه والسلام ادانا فكر القران ليس جملا وليس مفردات جمله وحروف. هو حروف، كل حرف له عطاء وكل حرف له ملك. ساعة ما تود القرآن تبقى بتود ملائكة الحرف. الأم لما تودهم تستدعيهم تقرأ يجي لك الصف ولذلك جرب نفسك وانت بتقرأ وقفت في كلمة، إن كنت بتقرأ بتأني تغلط تقوم ترجع تاني وتجيبها عشان يجي لسانك لها على طول. ثم ما تجيبش الكلمة إلا إذا قريت بإيه؟ قريت وقفت عقلك ما تجيش. يبقى إذا القرآن ود. القرآن ود. فلما تود الحروف والكلمات ساعة ما تعوز إيه؟ تيجي لك. زي ما يكون واحد عبده بيود سيده ساعة ما يستدعيه يترفع على طول كده. ولذلك النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى خذوا حروف. خذوا ايه؟ حروف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما فيش واحد كده يتعظ بالحكايه دي ويشوفها ايه كده ويجرب. لما يشوف عيل صغير كده عمال يحفظ القرآن ويبقى متشابه ده احنا بنشوف عجب. والناس اللي قعدوا متصوفين للقرآن وخدموه بيشوف منهم عجائب. يعني الراجل مثلا بده يمتحن يعمل مسابقه وتقدم للمسابقه دي حوالي كان ايامها كم 700 واحد. طب 700 واحد لما نقعد بقى نمتحن فيهم يعوزوا قد ايه؟ يوم بقى اهل الامتحان يجيبوا بقى الاسئله اللي هي سؤال واحد يبين كان حافظ ولا مش حافظ. مثلا اللي قال له ايه؟ ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. اقرا. فاللي حافظ بقى يقول له اقرا هي فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك ولا ان هذه فمن شاء اتخذ الى ربه وما تشاءون الا ان يشاء الله. طب واحد يقول لك طب اقرا ان هذه تذكره يقول لك اقرا فمن شاء ذكره ولا الثاني. يبقى ده دليل على تسال السؤال ده بس تعرف ان كان ايه. ولذلك لما جه قعد واحد كده قال له انت حافظ؟ قال له بالسبعه ومجوز. قال له طب انا هسالك سؤال واحد بس. قال له ايه؟ قال له كم في كتاب الله جمع الناس؟ بس كتاب ربنا فيه جمع الناس كم مره؟ انه فيه ناس وفيه اناس اناسي مش كده؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يوم على طول كده كأنها مسألة واضحة. قال له قد دي أشارت إلى كلمة قد يوم ندعو أخرجوا وأناسي. اقرأ بقى أنت السؤال هو إيه؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يعني كم مرة ورد جمع الناس في كلام الله؟ قال له قد يوم ندعو أخرجوا وأناسي. قد علم كل أناس مشربهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أخرجوا لأن أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ورد مرتين. يبقوا كم دلوقتي؟ لا 4 وأناسي
ويسقيه ممن خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. قول لي بقى اللي يجي كده على طول على البديهه كده كم مره يقول له كذا قد اشاره الى قد علم كل اناس ايه مشربهم. طب ادي واحده. يوم ندعو برضه يوم ندعو كل اناس بايه بامامهم. اخرجوا يقول لك اخرجوا ال لوط انهم اناس يطهرون ده الاثنين. وبعدين ايه اناسي يسقيهم ممن خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. ده يدل على والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقلنا تيسير الله يبدو في أشياء كثيرة. في الذين لا يحسنون اللغة العربية برضه يحفظون، والطفل قبل ما يحفظ كل هذه. وضربنا الأمثلة إن الناس اللي بيشتغلوا بالقرآن ربنا يدي لهم إيه أسرار فيه لا تتناهى. إحنا وإحنا طلاب في الثلاثينات كان في درب الجماميز مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرأ سورة الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعة 9 صباحا. ليه؟ لأن ما فيش ميكروفونات، وكل واحد عايز يقعد في ريح الشيخ في ريح الدكة عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يبلغ كتير. فكل كيفة السماع يروحوا بدري من الساعة 9. ومن عشاق القرآن الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوه، فكانوا يقعدوا اول حلقه دول بيقول لك سالناهم قال لك انا نصلي الفجر ونستنى هنا في الدكه على ما يجي. الشاهد كان بيقول ايه؟ واتاكم من كل ما سالتموه. الله. واتاكم من كل ما سالتموه. التفسير واتاكم من كل ما موصول، ما اتاكم من كل الذي سالتموه ماشي. واتاكم من كل الذي سألتموه. لكن طب لحما نسأل الله يبقى عندنا إدراك للأشياء ونقول له هات لي دي وهات لي. طب ده اداني قبل أن أسأل، قبل أن أعرف كيف أسأل. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه وآتاكم من كل ما سألتموه، وبعدين أراه وآتاكم من كل، وبعدين قال ما سألتموه. أم واحد من اللي بيسمع، لأن لما يكون يجيب الجملة من الأول، هو ما جابهاش من الأول. وآتاكم من كل والنفس جه سكت، وبعدين قال ما سألتموه. كان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قالش كده. أم لما هو قال كده قال له ما جاتش، ما جاتش يعني اعترض على البتاع. أم هو رحمة الله عليه قال قرأ تاني كده وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتم، ما آتاكم قبل أن تعرفوا كيف إيه. شوف الكلام. نعم. كان في واحد اسمه الشيخ عثمان من كيفة السماع بتوعه وبيقول إيه: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. أم لما قال وعنب دي بلغته هو بقى بصوته شيء جميل. الراجل قال له وهاتوا عنب بس كده. أيوة والله محمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بس يسرناه للذكر لمين؟ اللي قلبه عمران بقائله، اللي قلبه عمران بقائل القرآن هو اللي يكون على ذهنه. وإلا ما هو في ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني هو قال إيه؟ الله ما دخلش قال إيه؟ يسألوا عبد الله بن مسعود هو قال إيه؟ يعني إيه اللي قاله؟ يعني الله بيستهين باللي قاله، يبقى ما دخلتش هنا، ما دخلتش هنا. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله
إذن به فرق بين القائل وبين الذي يسمع. فإن كان السامع مؤمن بالرب هذا الكلام واللي قايله يوم ربنا يديله الفيوضات فيه، وإن كان ما هوش مؤمن يبقى زي ما يكون ايه الاقيل على بال. واحنا زمان نفتكروا ان احنا ضربنا مثل قلنا فيه فرق بين الفاعل وبين القابل. الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل يكون مختلف. يبقى ده يقول ايه الجمال ده، وده يقول له ايه يعني اللي قاله يعني. وضربنا المثل من فاكره ايوه بكوبايه الشاي. والانسان لما يكون في الشتاء انت فاكرها؟ لما تكون في الشتاء والدنيا ساعه وخرجت كده والدنيا ساعه بتعمل ايه؟ تنفخ في ايدك ايه عشان تدفيه. ولما يجي لك كوبايه الشاي ساخنه وبتغلي تنفخ فيها عشان تبردها. طب ما هي النفخه هي النفخه، اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طب لما الراجل الوليد سمع الكلام بتاع القرآن ونفسه هديت كده وقاعد يسمع للنبي حن انه يؤمن. انما الدنيا قالوا صبا الوليد قال والله لقد سمعت كلاما لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. شوف التعبير الرائع. إيه أعلاه مثمر كلام حلو وأسفله مغدق يعني إيه؟ إحنا بنشهد إن الشجرة لما يكون فيها ثمرة الورق التحتاني يدبل وينشف. في القرآن غير كده، الثمرة موجودة والأسفل مغدق. أكبر غيمة. وما هو بقول بشر. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حد بقى عنده بقى اتعاظ كده مدكر يعني متذكر يعني. كذبت عاد. اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. لما كذبهم انا عملت فيهم ايه؟ ارسل عليهم الصيحه مش كده؟ والصيحه الصوت المزعج اللي يجي من اعلى، صوت شديد مزعج ياتي من اعلى بس مصحوب باشياء، اما ريح تدمر واما نار تحرق. هذا اللي عملناه فيهم. ولذلك هناك الايه بتاع ايه؟ فكلا اخذنا ايه؟ بذنبه فمنهم من اخذته الصيحه مش كده؟ ومنهم من ارسلنا عليه حاصبه مش كده؟ ومنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا به. كل واحد خد ايه نصيبه. كذبت عاد. وعاد اللي هي في الاحقاب بقى اللي ربنا قال فيها احنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنه. ازاي الهرم الكبير ده الصخره اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبه التركيب ده بدون مونه. ما فيش مونه بينهم وبين بعض. بايه دي؟ قام قال لك ده بتفريغ الهواء. بقى الفراعنه عارفين تفريغ الهواء. قام قال لك ايه تفريغ الهواء؟ احنا لما بنلزق حاجه بصمغ تلزقها بصمغ يعني تلزق ليه؟ بتلزق ليه؟ لان الصمغ انت بتعمله كده اهو يروح سدد المسام بتاعت الهواء فساعه ما تحطها كده يروح لازقين في بعض. طب تعالى هات كوبايه كده وحطها فيها ماء سخنه وبعدين على ازاز لما تيجي تشيلها تلاقيها ايه؟ ممسوكه من تحت لان شويه الماء اللي تبخروا دي خلت الهواء يبقى متماسك. اهم دول بيجوا يشوفوا الحاجات دي وبعدين ربنا يقول على فراعنه دوري وبعدين يجيب قوم عاد. اقرا القران. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى إذن حضارة فوق حضارة الفراعنة بس امال راحت فين دي؟ أم قال لك البيئة اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل مال الأحقاف فلما تهب الريح تاخد الرمل الهبة الواحدة تثمر القبيلة. لو قبيلة ماشية كده قفلة بكلها كده وهبة واحدة تروح لقطها. وما دام كده يبقى لازم نفحت. ولذلك كل أثر من آثار عايز تبحث عنه لازم تفحت لأن عوامل التعرية عمالة إيه؟ عملت كذبت عاد
فكيف كان عذابي ونذر. ما تقولوش عذبنا كده، لا، بعد الانذار. مش اللي انذر يبقى اعذر. انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الله، ريح صرصر يعني بارد وله صوت مزعج في يوم نحس، يوم شؤم يجي عليهم. طب هو يوم ده، هو في آية ثانية قال سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أم قال لك، ما هو بيقول لك إيه، يوم بس في نحس مستمر، استمر المدة. نحس ما يمكنش، ما فتتوش. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس، تنزع الناس كده. قال لك ودي تنزع الناس ايه دي؟ قال لك لان لما الريح جت بقوا يجوا للحفر وينزلوا فيه عشان الريح يعني ما يوم الريح يشدهم كده زي الشفاطه. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل. انت عارف النخله بقى من اول التاج بتاعها الجريد ده والجدير بتاعها اللي بينها دي الاعجاز النخل. منقعر يعني القعر بتاعه ايه ضيق، اللي احنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوهم. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. برضه كل حاجه يجيب لها فكيف كان. طب وبيكررها ليه؟ قال لك لان العذاب متكرر، لان العذاب مش حاجه واحده بناخدهم، لا دي بكده ودي بكده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقه القدره في الايه؟ في الجزاء. وكما نعرف طلاقه القدره في جزاء الادنى اللي هم رايحين في داهيه، نعرف طلاقته في الايه؟ في الجزاء اللي بتاع الليين. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وبرضه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجة وبعد كل أمة كذبت رسول يجيب القرآن. عشان ليه يجيب القرآن؟ أم قال لك لأن القرآن ده ربنا قال عليه أنزل كتب كتير، بس القرآن أنزله مهيمنا على هذه الكتب. المهيمن، نعم. سموه إيه عندكم؟ ماستر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. برضه كذبت ثمود بالنذر. ثمود دول بتوع قوم صالح، دول كان بتوع مين؟ هود. والى عاد اخاهم ايه؟ هود. ده هناك في الجنوب عند الرمل الاحقاف، وده عند المدينه في مدائن صالح. طيب، كذبت ثمود بالنذر. النذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش رسول لهم بيجيب نذير واحد، اما النذر يعني ايه؟ اما قال لك لان اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل، لان المنهج واحد، المنهج. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. طب شو معنى قال للرسل كده؟ لأن الأتباع ساعة ما يجي رسول جديد بقى متعصبين للرسول بتاعهم، يقوم يقول يا رسول يا بتاع، فهموا من لما يجي حاجة يؤمنوا بها. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في ساعة نقول فهل من مدكر يعني ايه؟ يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده، يعني يتشوق لأن دي تحصل. كذبت ثمود بالنذر. طب التكذيب بتاعهم ايه؟ جاب الكلام اللي بيقولوه فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. امال عايزين ايه؟ ركب. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي اتبعنا الراجل الواحد ده لفي ضلال وسعر. ضلال ليه؟ قال لك لأن لهم كانوا جماعة وبعض كتار، يبقى إن كان ده يعدلوا بعض، إنما واحد كده ويجي يقول لك يا أخي ده بياخد عن واحد. بياخد عن واحد. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. مش هم برضو العرب قالوا كده؟ لولا نزل هذا القرآن أولا على رجل من القريتين عظيم، وبعدين قال إيه
ملك، يقول عايزين ننزل ملك، ولو جعلناه ملكا. طب انت هتشوف الملك ازاي؟ ده الملك لا يرى. طب لما نبعثه الملك هيبقى في صورة مين؟ طب ما هي الشبهة؟ تيجي الشبهة هي جبناها راجل من اول الامر وخلاص. ثم الملك لما يجي رسول ما ينفعش اسوه، لان لما يقول اعملوا زيي انا نقول له ما نقدرش، انت ملك واحنا هنبقى زيك، لازم تجيب واحد بشر عشان يبقى من ايه؟ يبقى اسوه. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي إذا اتبعناه وهو واحد لفي ضلال، لين يمكن له هوى انما الثاني يسنده، يعني لو كانوا جماعه يعدلوا ببعض لفي ضلال وسعر. السعر بتطلق مرتين على المجنون، وفيه سعر يعني سعير النار. ألقي الذكر عليه من بيننا، من بيننا انتم استويتوا مع بعض ولا ايه؟ لا، الله اعلم حيث يجعل رسالته، بيعد ناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني بيقول غير الحق، وأشر يعني ايه؟ عنده بطر. بطر يعني ايه؟ لأنه ما اقتنعش بما فيه وعايز يستعلي ويعمل علينا ريس، يبقى أشر يعني متعال عايز يعمل رئاسة علينا. شوف التهديد بقى، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. انتم اللي كذابين وعندكم الأشر. ليه؟ لأنكم كرهتم أن يأتي واحد منكم بشيء أعلى مما أنتم فيه فحسدتموه على أنه اشمعنى ده يعني يختار. لكن ربنا بيقول الله أعلم حيث يجعله ايه رسالته، بيعده. ولذلك احنا قلنا زمان لما كنا بنتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جه مجرد قال انا رسول، في ناس صدقوه ولا لا؟ من قبل ما يجي قرآن ولا معجزه ولا اي حاجه. خديجه وابو بكر وعلي وكل ازاي؟ ام قال لك كانت اول معجزه لمحمد في التصديق به سلوكه قبل ان يكون رسولا. ولذلك احنا قلنا زمان لما اجينا نقول محمد رسول الله، محمد يعني تنبهوا مين محمد؟ يعرفوه كده، اهو محمد ده اللي انتوا عارفينه بقى ده هو اللي رسول. لو انتم بقى عرفتوا محمد ده عايش ازاي والصدق والامانه والوفاء والبتاع، كنت تقولوا والله الرساله ما تنفعش الا به. محمد تيجي صورته في الذهن ويجربوا يشوفوا تاريخه بقى ايه. لما تحطوا ده في مخزنكم لما اقول رسول الله نقول لنا يستاهل. سيعلمون غدا من الكذاب. الغد يطلق على المستقبل المجهول اللي لسه هيجي، وسماه غد يعني لانه قريب، لان الغد هو اليوم الذي يلي يومك. سيعلمون غدا يعني بعد في الساعه، يبقى كأنه زي ما يكون ايه. ولذلك ايه ما امر الساعه الا كلمح البصر، مش كده؟ ولذلك احنا كنا امبارح في سوره النجم في اخرها قلنا ازفت الازفه، يعني ازفت يعني قربت وجاهه. وبعدين قال اقتربت الساعه وانشق الايه القمر. فآية سوره ثانيه يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر. ده هم اللي اقترحوا، قال لنا هات لنا ناقه كده من سنة. فقالوا انتوا اللي اقترحتوها، اذا جبناها بقى وكده نبقى نعمل فيكم ايه؟ فجاب لهم الناقه من صخره كده طلعت ناقه. ايجادها نفسه معجزه. قال لهم بقى ما دام ايجادها معجزه مش على طريقه المجيء، خلوها تشرب زي ما هي عايزه وتاكل زي ما هي عايزه، اوعوا تعترضوها ايه بسوء فيصيبكم عذاب ايه. ولها شرب اليوم اللي تشرب فيه ما انتم ما تروحوش، شرب ولكم شرب ايه يوم معلوم. انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم، شوفهم هيعملوا ايه. هم يقترحوه، طب جبنا له. ارتقبهم واصطبر على تكذيبهم ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر. قسمه بين مين؟ بين الناقه وبين ايه وبينهم.
ياخدوا زي ما نسميها احنا المناوبه. المناوبه يعني نوبه لدي ونوبه لدي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، يعني راقب بقى أحوالهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يحضر وقت إيه الشرب بتاعه عشان ما يزدحموش. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.